بص بقى الخبر ده بيقول لك ايه، بيقول لك ان الغرامه على الناس اللي هي هتشرب سجاير في الاماكن اللي هي المقفوله هتوصل ل 1400 ليره. وفي احصائيه بقى بتقول لك ان عدد الناس اللي هي بقت بتشرب سجاير هنا اعمارهم بتوصل ان هي بتبقى 16 سنه. وعايز اقول لكم اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، يعني انا لسه كنت هبدا اصور الفيديو، انا عيل صغير شفته فاستغربت ان هو ماسك سيجاره في ايده والحاجات دي كلها، يعني شكله كمان ممكن لا يتعدى ال 14 15 سنه. صحيح انا ما ينفعش اقول عيل صغير، انا اسف، 15 سنه ده مش عيل صغير والله، انا اسف تاني مره. بس برضه سجاير في العمر ده وحشه. عايز اقول لكم اصلا ان سجاير في العمر ده وحشه ايه؟ سجاير في عمر ال 30 ال 40 ال 50 ال 60 ال 70 برضه غلط ووحشه وملهاش لازمه. انا من مجموعه كارهي السجاير، بكره اني اشربها، بكره اني اشمها، بكره ريحتها، يعني حاجه بحس ان هي ملهاش اي لازمه غير ان هي بتخلي ريحه هدومك وحشه، شكل بقك رايح في داهيه، ريحتك مش عارف، شاكك في نفسك وانت رايح للناس. وطبعا داخلين على رمضان فبتقعد تتنرفز علينا في رمضان. بعيدا عن الغرامه سيبوا السجاير يا جماعه. طبعا اتوقع كل المدخنين هنا هيعملوا لي بلوك دلوقتي، بس عشان ما اكونش متناقض من وقت للتاني كده باخد نفسين شيشه مع صحابي يعني، بس للامانه بيبقى فيها نكهات، يعني بيبقى الطعم كويس. ما علينا، كل واحد حر، بس برضه بعيدوا عن السجاير.